شلونكم؟ شكو ماكو؟ ان شاء الله الكل بخير وبصحة تمام. شلون تختار موبايل في سنة 2024؟ مثل هيك محتوى شلون تختار انسب موبايل، شنو الافضل الك. يعني انا مسوي فيديوهات سابقا عن هذه المواضيع، بس اكو فد شيء دائما يتغير، وهي انه طريقة استخدامنا للموبايل، متطلباتنا اللي تقتضي انه الموبايل هذا لازم يكون متطور اكثر بمواصفات كذا، يزيد فد سبيكس معين. هذه المتطلبات تخلي مثل هيك محتوى ضروري انه استمر عليه ولو على الاقل مرتين بالسنه. فاليوم احنا هسه حاليا اثناء تصوير هذا الفيديو بالشهر الرابع من السنه، فنقدر نقول بعدنا بالبدايات، بس اقدر اقول بانه اللي راح اقوله هو ثابت منا نهايه السنه. فخلونا نبدي بالتفاصيل شلون تختار موبايل في سنه 2024. اول نقطه، وهي من النقاط المهمه واللي لازم الكل يعرفها خصوصا بهذه السنه، انه نظام الاندرويد، يعني هنا دا احكي بالخصوص عن نظام الاندرويد، اعتقد المينيمم او اقل حد للرام لازم يكون 8 جيجا بايت. 8 جيجا بايت عدا فكرة انه اكو رام اضافي، الاكستنشن هذا اللي يخلوه بعض الشركات. يعني اكو بعض الشركات يجوز تعلن لك انه هذا الرام هو 8، بس انت من تجي تدقق بالتفاصيل تلقاه 4 زائد 4، اللي هي 4 جيجا بايت رام حقيقي، و4 اللي هو ياخذها من الذاكرة الداخلية، ذاكرة التخزين. فهذا فد شيء يعني مغالطة لازم الكل يعرفها. بعض الشركات للأسف يكتبون أنه الرام مجموع هو 16 جيجا بايت، في حين هو فقط 8 جيجا بايت. اكو 8 جيجا بايت إضافية، ولو هم يكتبون توضيح ولو بسيط بس تعبر على هواية ناس. فالمهم أنه لازم تفهم 8 جيجا بايت رئيسية رام لازم تكون هي الحد الأدنى اللي ترضى به حتى تحصل تجربة تصفح بشكل سلس، خصوصا وأنه التطبيقات مثل الفيسبوك وانستغرام وغيرهن يحتاج مثل هيك رام على مود من تتنقل ما بين تطبيق وتطبيق يبقى التطبيق شغال. فخلونا نتفق على فد شيء انه في سنة 2024 اقل شيء 8 جيجا بايت رام. وبما انه حكينا عن الذاكرة الاكستنشن او الذاكرة المضافة المستخدمة من الذاكرة الداخلية، يعني بعض الشركات تصح لها توربو رام، بعض الشركات تصح لها الاكستنشن اكستندد رام، حسب الشركة. كل تسمية هي تسميات تجارية، بس هو رام إضافي. هذه التقنية هي تكون عامل مساعد، عامل جيد وإيجابي للرام، ولكنها ليست فد شيء أساسي، وما تقارن بسرعة الرام اللي هو الرام الأساسي. يعني احنا من نقول اكو بعض الشركات تقول 16 جيجا بايت واللي هي 8 زائد 8. ال 8 جيجا بايت الأساسية اللي هي على قطعة هاردوير تختلف سرعتها ويختلف عن أدائها عن ال 8 جيجا بايت اللي يتم الاستعانة بها من ذاكرة التخزين. فهذا فد شيء أتمنى أنه يكون واضح عندكم. أنا دا أحكي هنا من دا أقول 8 جيجا بايت هي للذاكرة الرئيسية. وبالتأكيد مقدار الرام هذا مو بس هو العامل اللي هو لازم تركزون عليه، لأنه أكو أنواع من الرام، LPDDR4X LPDDR5X، بس هذه امور انا حاكي عليها فيديوهات سابقه وما اريد يعني اريد اخلي الفيديو بسيط قدر الامكان. بس هي الملخص الكلام انه اكو انواع من الرامات، والال بي دي دي ار 5 اكس هو نقدر نقول الاكثر تطورا حاليا. والال بي دي دي ار 5 اكس هذا موجود على الاندرويد. بالنسبه لاجهزه الايفون الحديثه بالتحديد فنلقى نوعيه الرام اللي هي الان في ام اي. الان في ام اي المستخدم بالايفون من خلال بعض السبيكس والبنش مارك اللي شفتهن، اللي هي يعني تجارب الاداء، هو مقارب ادائها لل LPDDR5X، فهي بس مجرد خلينا نقول يعني تسميات مختلفه. ال NVMe هو مو عبالكم مثل جوده اللي موجود بالحاسبات، لا، هو فد شيء مشابه الى حد ما لل LPDDR5X. نجي هسه لنقطه مهمه حتى واحنا بسنه 2024 وصراحة دا تمشي على هواية مستخدمين، الميجا بكسل اللي هي دقة الكاميرات. هذا فد شيء ألاحظ الكثير ينخدعون بالاسم، يعني يسمعون موبايل 108 ميجا بكسل 200 ميجا بكسل، ومن الاسم الناس يعني تقيم هذا الجهاز على أنه هو الأفضل من ناحية تصوير يعني الكاميرات أو تصوير الفيديو بشكل عام. ولكن هذا مو مقياس. نلاقي كثير من الأجهزة عليها كاميرات 50 ميجا بكسل
افضل من ال 108 ميجا بكسل ومن ال 200 ميجا بكسل، فهذا مو قياس. انت من تشوف 200 ميجا بكسل مو معناته هذا الجهاز هو الافضل من ناحيه تصوير الفيديو. طبعا اكو يعني خلينا نقول هي مو استثناءات، بس يعني معروفه انه جهاز مثل الجالكسي S24 الترا، هذا الجهاز يجي بكاميرا 200 ميجا بكسل، كاميرا محترمه، بس اللي يكمل قوه اداء ال 200 ميجا بكسل مال جالكسي هذا هو وجود معالجه من خلال المعالج اللي موجود اللي هو سناب دراجون 8 جن 3. هذا المعالج هو تمام التمام من ناحيه معالجه الصور، فشيء جبار مثل ما نقول. فاكيد هذه منظومه متكامله 200 ميجا بكسل مع معالج قوي، فاكيد هنا راح تطلع الصور ممتازه. تبقى اكو مساله معالجه الصور، هم بين فتره وفتره يحتاج لها بعض التعديلات، فنلاقي تحديثات من سامسونج. بس انا ليش جبت طاري الاس 24 الترا بالتحديد؟ لانه اكو بعض الموبايلات من الفئه المتوسطه هم تجيب كاميرات 200 ميجا بكسل، بس كثير من المتابعين يخدعون. هذا الموبايل ال 200 ميجا بكسل بالاجهزه المتوسطه ده يجي بمعالج يكون من الفئه المتوسطه او حتى لو من المتوسطه العليا، ولكن الاس 24 الترا ده يجي ب 200 ميجا بكسل مع معالج فلاج شيب، معالج جدا قوي. فهنا التجربه تختلف، بالاضافه الى شيء كلش مهم، العدسه، نوع العدسه المستخدمه ال 200 ميجا بكسل بالالترا هي بالتاكيد افضل من نوعيه العدسه المستخدمه بالاجهزه المتوسطه. يعني انا الاقي اكو 200 و108 ميجا بكسل، بس انت لازم تركز هو شنو نوع العدسه اللي موجوده هنا. يعني مثلا الايزو سيل، الموديل مال ايزو سيل اللي موجود على ال 200 ميجا بكسل مال الترا يفرق عن الاجهزه الرخيصه. اكو يمكن الريدمي نوت 13 برو بلس هيك شيء، هذا عليه 200 ميجا بكسل، لو البلس لو العادي بس برو 200 ميجا بكسل، والايزو سيل مالتها يختلف. يعني هاي كجوده عدسه، بالاضافه الى انه يعني كتفاصيل داخل الامور اللي تخص الكاميرات تختلف عن ذاك. انت تلقى بس الرقم اثنيناتهم 200 ميجا بكسل، بس هذا يفرق كثيرا عن هذا، بالاضافه مثل ما قلت لكم الى انه موضوع المعالج. فالكاميرات هي مو بس عدد الميجا بكسل، واساسا عدد الميجا بكسل هو مو محدد، وانما غالبا المعالجه وشغل الشركه نفسها بمعالجه هذه الصور، طريقه تعاملها مع الالوان، هنا هو اللي يفرق، مو عدد الميجا بكسل. نقطه اخرى مهمه بخصوص اداء الالعاب، خلينا نكون واقعيين. اعتقد الكل يتفق على انه الالعاب ما عادت مثل السابق، الالعاب صارت متطلبه اكثر. فبالتالي هنا احنا كنا قبل نفكر بالالعاب انه نجيب لها اقوى معالج والسلام عليكم، انا اروح اجيب لي جهاز فلاج شيب وخلاص بعد ما عندي شيء. صحيح اجهزه الفلاج شيب اللي موجوده لحد الان بسنه 2024، واني مثل ما قلت لكم هذا الفيديو بالشهر الرابع، صحيح هي بشكل عام تيجي بمواصفات متكامله بحيث تشغل الالعاب بطريقه ممتازه، بس همين كمعلومه لازم يخلون بنظر الاعتبار انه الموضوع ما عاد فقط يخص المعالج، اكو شيء اخر ايضا، واللي هو الذاكره الداخليه. ايش قد اليو اف اس مالتها، ايش قد الموديل مالتها، اكو مثل سالفه الرام ال بي دي دي ار 5 اكس وهاي التفاصيل. بما يخص الالعاب، من تاخذ يو اف اس 4.0 3.2 3.1، هذين النسخ تعتبر افضل من ناحيه تجربه الالعاب. شلون يفرق هذا الموضوع؟ لما تنتقل من مرحله لمرحله باللعبه، فهذا الوقت المستهلك اللي هو الوقت هذا اللي انتظار وغيرهن، ما عليه بالوقت اللي يخص الماتش ميكينج وغيرهن، لا، هذا الوقت المستهلك يكون اسرع مع الذواكر الداخليه اللي تجي بيو اف اس عالي، تجي بذواكر مقتدره اكثر. فهنا هذا شيء جدا مهم ايضا. فاذا هنا صارت عندنا مو بس نفكر بالمعالج، لا، نفكر ايضا بذاكره التخزين شنو موديلها. وايضا نقطه مهمه انا شارح عليها اعتقد بفيديو يعني مخصص، واللي هي الحراره. هنا موضوع الحراره صراحه ما ممكن انه انت تقول يعني تثبت انه هذا الجهاز يحمى فدا ياثر بالالعاب الا تجربه. وبصراحه احنا هسه مقدمين على فصل الصيف، فبالتالي هذا هو الوقت المناسب انه انت تختبر جهاز وتشوف شلون اداءه من يحمى، لانه بالتاكيد راح يحمى. اي جهاز موجود بالعالم راح يحمى من تجي تلعب الالعاب، بس يبقى شلون يتعامل ويا هاي الحراره.
هنا يجي دور تشتيت الحرارة، منظومة تشتيت الحرارة اللي موجودة بجهاز الفلاج شيب. فهذا فشي جدا مهم. اكو جهاز الاوبو نزل العام الفائت، جهاز كان رهيب وعليه معالج فلاج شيب، بس اجى بمشاكل حرارة مو طبيعية بحيث الكاميرا تطفى اثناء ما تشتغل. فهذا كان فشي دمر الجهاز كليا. فشوفوا موضوع الحرارة ايش قد مهم. بالنسبة للألعاب أكيد الموضوع أتعس، إذا هي كاميرا بدها تشتغل فأكيد الألعاب همينة راح تكون أدائها مو تمام مع مثل هيك جهاز. فموضوع تشتيت الحرارة أنا مسوي مثل ما قلت لكم فيديوهات سابقة، أنا ما أريد أعيد بالكلام. موضوع تشتيت الحرارة ضروري تتابعونه وتشوفون شلون الشركة هذه من تعلن عن جهاز معين شلون تتعامل مع موضوع الحرارة، وهل النحاس اللي موجود والطبقات هذه اللايرات اللي تودي الحرارة توزعها من المعالج للأطراف، لازم واحد يتابع هذا الموضوع قبل ما يشتري جهاز يريده للجيمنج. وهسه اريد اسولف عن الكاميرات الاماميه، كاميرات السيلفي. خلينا نكون واقعيين، احنا هسه يعني معظم المستخدمين يستخدمون كاميرا السيلفي بشكل مستمر لانه يوثقون ستورياتهم. صناع المحتوى اللي دائما يستخدمون مثل هيك كاميرات، يعني مثل هيك اجهزه العفو، فاكيد يراد لهم كاميرا اماميه ممتازه. موضوع الكاميرا الاماميه مرات يضيع لما تجي شركه تعلن لك عن انه الكاميرا الرئيسيه هي كذا ميجا بكسل بها امكانيات كذا، وصحيح الكلام الكاميرا هذه تكون تمام التمام وتقدم فد شيء رهيب ككاميرا رئيسيه، بس في كثير من الاحيان يضيع موضوع الكاميرا الاماميه. يعني هالقد ما يلهوك خلينا نقول بالكاميرا الرئيسيه، انت تنسى تتابع انه هالكاميرا الاماميه شلونها. او اكو بعض المستخدمين اللي هم ما عندهم اطلاع كبير، من يسمع الكاميرا الرئيسيه تمام وقويه ويلقى اراء عليها حلوه يقول هاي خلص الكاميرا الاماميه هميك، بس هو مو هذا الموضوع. اكو كاميرات رهيبه. انا جهازي هسه الزين فون 9 استخدمه الكاميرا الرئيسيه فشي كلش احبه، بس الكاميرا الاماميه تعبانه كلش. اجهزه متوسطه انا مجربها احسن من عنده ب100 مره. فهذا مو مقياس انه انت تشوف كاميرا رئيسيه زينه فمعناتها الكاميرا الاماميه تمام. هذا فشي مثل ما قلت لكم مهم، لانه كثير من عندكم بدا يوثق الستوريات ويصور نفسه ويحب هاي الامور، خصوصا اذا كانوا صناع محتوى. فخلوا بالكم هذا الشيء مو معناته الكاميرا الرئيسيه جيده جدا او الموبايل خاص يقول لك هذا للتصوير، لا، ممكن في بعض الاحيان تضيع هذه التفاصيل فتشوف الكاميرا الاماميه هي سيئه في حين الكاميرا الرئيسيه 10 على 10. واخر شيء راح اسولف عنه وهم انا قايله سابقا بس راح ارجع اقوله بشكل بعد اقوى، وهو انه اذا انت ما عندك الامكانيه انه تشتري جهاز فلاج شيب، اشتري جهاز فلاج شيب العام الفائت. هنا الموضوع انا هاي الكلمه قايلها سابقا، بس خلوا ببالكم انه الاجهزه اللي تجي بمعالجات فلاج شيب العام الفائت، او هي الاجهزه بشكل عام اللي صار لها اكثر من سنه خلينا نقول، هذه الاجهزه اجتي على الاقل بمعالج ال 8 Gen Plus 1 او 8 Gen 2. ال 8 Gen 2 بالتحديد اريد احكي عنه. هذا المعالج مو ذاك الفرق عن ال 8 Gen 3. كل اللي تحتاجه انه جهاز منظمه بتفاصيل تشتيت الحراره، لا اكثر ولا اقل. هنا أنا ما راح تلقى اي فرق ما بين ال 8 Gen 2 وال 8 Gen 3 حتى من ناحيه صرف البطاريه. ال 8 Gen 2 ايش قد راح تلقون موبايلات هسه موجوده مستخدمه للبيع، يمكن صاحبها صار له اقل السنه مشتريها لانه يريدون يطورون يشترون احدث من عندها او شوف شنو الموجود. فنصيحتي لكم انه اشتروا الاجهزه اللي تجي بمعالج العام الفائت ال 8 Gen 2 حتى لو مستعمله، بس شوفوا نظافتها ومن التفاصيل هذه، والشخص اللي تشترون من عنده يكون ثقه وخلاص، ولا راح تشوف اي فرق بالاداء عن الاجهزه الحديثه. يعني هسه مثال هم قلنا قبل شويه اللي هو الاس 24 الترا. انا اعرف اكو هوايه ناس تفكر موضوع الاي اي والاس 24 الترا هو جهاز متطور على العين والراس، بس مو ذاك الفرق عن الاس 23 الترا. الاس 23 الترا بعده كافي وافي واداءه رهيب، ومثل ما قلت لكم قبل شويه 8 Gen 2 و 8 Gen Plus 1 همين. انا ليش دا اقول عن 8 Gen Plus 1؟ لانه انا جهازي الزين فون 9 ما دال قال اي حجه انه اقعد اغيره، جهاز رهيب جدا. فهذا الجهاز جاب معالج يعني انا اشوفه ممتاز حتى من ناحيه استهلاك البطاريه، برغم انه الجهاز يعني حجمه صغير فيعني ما بيه بطاريه كافيه، بس اداءه رهيب مع التحديثات. فاللي ما يقدر يشتري جهاز اللي هو فلاج شيب العام الحالي يقدر يشتري جهاز الفلاج شيب العام الفائت، وحتى الفلاج شيب اللي يجي
بمعالجات الاي جن بلس 1 اللي هو اعتقد صار لها من تقريبا سنتين. وبالنهاية الهدف من هذا الفيديو أنه أنصحكم قدر الإمكان بالأمور اللي أنا أعرفها، وبصراحة أنا تابع ويا أصدقائي أصحاب المتاجر ويقولوا لي شنو طريقة شراء المستخدمين، وشلون أنه أكو شغلات المفروض تتغير. أنا دائما أشرح على هذا الشيء، أنه لا تظلون بهاي التفاصيل القديمة، لازم أنه تقرون قبل ما تشترون أي جهاز. فواجبي مثل هيك فيديوهات دائما بين فترة وفترة أسويها. أنا أعرف أكو ملاحظات هنا راح تشوفوها مكررة إذا قايلها بستوريات الانستغرام والفيسبوك، أو قايلها يعني على شكل فيديوهات على اليوتيوب، بس مع هذا بالإعادة إفادة. وأتمنى أنه يكون هذا الفيديو عجبكم. إذا بعدكم مشتركين بالقناة اشتركوا حتى تفوتكم الفيديوهات القادمة، وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال معرف @9، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم. يا هلا باللي بقى لنهاية الفيديو. يبقى اكو شيء كلش مهم أريد أقوله بنهاية الفيديو للأشخاص اللي مشكورين بقوا للأخير. طبعا أولا يعني ممتن لأنه دائما تبقون للأخير، وأتمنى أعرف أنتم واحد واحد يكتب لي بالتعليقات حتى أعرف أميزهم. أنا أعرف حتى من صور البروفايل أعرف شلون تعليقاتكم الكريمة اللي دائما يعني تخليني يعني أحب أسوي محتوى أكثر. أريد أقول فد شيء، جهازك إذا كان دا يشتغل تمام وما بي أي إشكال، أجهزة الموبايل خصوصا اللي خلينا نقول هالسنتين الفاتت ترى أجهزة ممتازة وتمشي شغل. فمو بالضرورة أنه أنت تروح تشتري جهاز جديد لمجرد شفت لاق بسيط صار أو ضعف في يعني خلينا نقول تطبيق معين. ترى أي جهاز هسه عندكم مشترينه صار له سنتين، صدقوني إذا تفرمتوه ترجعوه للفاكتوري ريسيت اللي هي إعادة ضبط المصنع، راح يرجع وكأنما جهاز هسه توك مشتري. أنا متأكد من هذا الشيء. فقط موضوع البطارية هذا فد شيء يعني معروف أنه مع استهلاكك القوي للبطارية تبدي تقل قدرتها، تبدي تقل أدائها. بس كأداء بشكل عام صدقوني يعني أجهزة عديدة ممكن تسوي إعادة ضبط مصنع وترجع تمام التمام، لأنه كثرة التطبيقات وتنصيبها وهاي الأمور تخلي الجهاز يثقل مع الوقت. فنصيحتي لكم جهازكم إذا تمام بشغلات بسيطة لاقات، خلينا نقول بالأسبوع مرة يصير عندك لاقين، هذا مو فد داعي أنه تشتري جهاز. فهاي نصيحتي الأخيرة اللي أريد أقولها للي بقوا لنهاية الفيديو. شكرا جزيلا، مع السلامة.